يا عيني ويا سلام، شوفوا لي هاللوحة الفنية. بس هي مالنا لوحة، هي سلطة فواكه على كيفكم. حضرتها بالبيت بالقشطة. طعمها رح يعجبكم كتير، وطريقتها كتير واضحة وسهلة كتير كتير كتير، وأرخص من برا. خلينا نشوف شلون بدنا نعملها. أول شي بدنا نجيب الأناناس، بدنا نقطعها قطع بهذا الشكل. عنا أول شي الأناناس، وعنا المانجا كمان قطعتها بهذا الشكل، وعنا البرتقال بدنا نقشره حتى القشرة البيضة بدنا نحاول نتخلص منها ونقطعها كمان بنفس الشكل، والتفاح كمان. وعنا الكيوي بدنا نقطعه شرائح مشان نزين مثل ما شفتوا اللوحة الفنية، مع الفريز كمان شرائح. هلا بدنا نحضر كوكتيل. اي عصير عندكم بالبيت، بدنا كاسة ونحط شوي شوي من كل نوع من الفواكه اللي موجود عنا، بس ما بدنا نكتر. حطيت هلا الكيوي، وبدنا نحط التوت، وعندي الفريز. عندي نوعين توت انا جايبهم كمان، هذا النوع الثاني. وعندي موزة، حطيت نص موزة. أنا بدكم تحطوا موزة كاملة ما في مشكلة. نضربها مزبوط. ونسيت حط لها عسل، بحط لها عسل وبرجع بضربها كمان مرة تانية. هلا شوفوا، عنا زبدية شفاف، هي نقطة كثير مهمة. بدنا نلزق شرائح الكيوي والفريز على أطراف الزبدية بهذا الشكل لحتى تطلع معنا لوحة فنية. تمام. هلا بدنا نحط الفواكه كلياتها. فينا الفواكه نحنا نحطها بزبدية تانية ونخلطها وندوي ونحط معها شوكولا نوتيلا أو الميلكا، ونخلطهم مع بعضهم بعدين نحطهم هون. بس إذا عملناها هيك ما في داعي للكوكتيل اللي حضرناه. تمام. أنا بدي أعملها بهي الطريقة، وحطيت لها قشطة. حطيت جميع أنواع الفواكه وحطيتهم طبقات مثل ما شفتوا. وعندي هلا آخر شي نوعين التوت حطيتهم بهذا الشكل، ورجعت كمان فوق حطيت أناناس ومانجا والقشطة. نفرشه على الوش، وبعدين بنحط الكوكتيل بهذا الشكل حتى ينزل لتحت الكوكتيل. من دق الزبدية. هلا عنا الشوكولا الميلكا دوبتها، وبدنا نحط قد ما بدنا. وعنا الحليب المكثف كمان بيعطيها طعمة كتير طيبة، والعسل لحتى تزبط معانا سلطة الفواكه بتطلع معانا شي على الأول. بنزينها من فوق شلون ما بدنا، بس عم بعطيكم أفكار. أنا حطيت الكيوي وحطيت التوت على الداير، حطيت التوت من فوق كمان، حطيت لها فريز، واخر شي حطيت لها زبيب. اذا حبيتوا تحطوا كاجو ومكسرات حطيت لها فستق حلبي. وهيك صارت معانا طيبة كتير. شوفوا لي شلون من تحت ومن الجنب ومن فوق، طعمها كتير كتير رح يعجبكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبلشوا لإلكم. شوفوا لي، هي اول ما بلشنا، هي بنصها وهي اخرها. صحتين.